عايز اعمل حاجه اسمها سكان فلاشه. طبعا ده بيوفر على العميل وبيوفر عليا. لو انا عايز ورق زي ده اخده معايا مثلا البيت واشتغل بيه، وعايز احطه على الفلاشه، بحط الورق كده في الفيدر او في الاسكانر من تحت، بخش على رسمه الفلاشه دي، جميل كده. الفلاشه ما قريتش. طب اعمل ستوب لحد ما نكمل. اهي كده الفلاشه قرت. حلو الكلام. الحاجه دي كلها انا عايز ارميها على الفلاشه، بعمل ستور فايل تمام، اللي هو ده. حلو. انا هنا بهندل الدنيا، عايزه كلر، عايزه بلاك اند وايت، عايزه الكلام ده كله. فهي دلوقتي معموله بلاك اند وايت، عايزها وش وظهر ولا وش بس، وعايز الدينيستي اللي هو الغمقان عايزه فاتح ولا غامق، وعايزها تكست ولا فوتو. الكلام ده انا بهندل منه الدنيا قبل ما اعمل الاسكان. طب انا الزرار اللي بدوس عليه ده زرار الستارت، اكني هصور بالظبط. فانا دوست، المفترض الورق ده بيتسحب ما بيطلعش، ده بيتعمل سكان على الفلاشه. حلو. بيبقى دوكيمنت ده بقى جميل قوي. طب انا دلوقتي الورق ده قبل ما امشي انا عايز اطبعه، بعمل باك تو ليست، خلفيه لورا. الحاجه اللي انا طبعتها اللي هي عملت لي سكان، اللي هم دولت اللي هو الدوكيمنت. في حاجه عجباني عايز اطبعها، بعلم عليها صح، جميل. بدي له امر برنت، هيطبع الورقه ويطلعها لي عادي. حلو. عايز امسحها، انت فاهم؟ دي كده الطباعه. لو الورقه عندي في الدرج كده في ورقه شغال، انا دلوقتي عايز اطبع اللي هو ده الملف اللي هو دخل هنا، بس انا بكون حافظ اسمه. بقول له برنت، بختار الدرج ايا كان، اروح دايس ستارت. مفترض كده الملف اللي على الفلاشه يتطبع. اهو كل اللي انا عملته سكان اهو، بص اهو، اهو كل ده اللي انا عملته سكان لو تفتكر اهو، طبعناه. دي طريقه حلوه دي، اللي هو لو المكنه ما فيهاش سكان تو فولدر او لسه هتاخد وقت في الاسكان، فدي اسهل طريقه. دي اسهل اهم حاجات في الفلاشه. دلوقتي انت عايز تعمل باك جراوند بقى، خلفيه للمكنه. هنخش على البرنامج بتاعنا اللي هو 1087